جوني ديب في دور مورت، كاتب ومؤلف روايات، كان واقف قدام احد الفنادق الموجودة على الطريق لانه عرف ان زوجته ايمي بتخونه مع صديقه تيد. خد عربيته ومشي، لكن كان في صوت جواه بيقول له لازم ترجع وتصفي حسابك معاهم. وفعلا رجع ودخل عليهم الأوضة، لكن ما قدرش يعمل حاجة غير انه يصرخ في وشهم ويمشي رغم ان كان معاه مسدس. بعد الصدمة دي ساب حياته في المدينة وسافر يعيش في بيته الريفي اللي على البحيرة، وقرر انه ينفصل عن زوجته ويطلقها، لكنه لسه ما وقعش على اوراق الطلاق. كان شخص خجول وانطوائي جدا، وعدت عليه 6 شهور وهو مش عارف يخلص الرواية الجديدة اللي بيكتبها. صحي من النوم على خبط جامد على الباب، لقى واحد لابس برنيطة وجاي من الغرب مسافة طويلة، بيقول له انه سرق القصة بتاعته. ما كانش فاهم هو بيتكلم عن ايه، وراله مجموعة ورق معاه وقال له دي قصتي اللي انت سرقتها، وكان بيتكلم بطريقة حادة، وقال له خد شوف بنفسك. رفض ياخد الرواية وقفل الباب، وفضل واقف ورا الباب خايف لحد ما سمع صوت خبطة وشاف الراجل الغريب وهو بيركب عربيته ويمشي. فتح الباب ولقاه سايب له القصة على الارض. شال الحجر ومسك القصة، لقاها بعنوان موسم البذور من تأليف جون شوتر. اخد القصة ودخل بيها البيت ورماها في سلة القمامة، وغسل ايده وراح كمل نوم. ايمي خلته يهتم بالكلب بتاعها رغم انه بيكره الكلاب، لان حبيبها الجديد تيد بيكره الكلاب هو كمان. فضل قاعد قدام الرواية اللي بيكتبها عن واحد اكتشف ان زوجته بتخونه وما كانش لاقي كلام يكتبه ولا افكار جديدة. اخر ما زهق مسح اللي كتبه وقال للكلب دي احسن فكرة. لقى صوت من جواه بيكلمه وبيقول له بلاش كلام فارغ، انت عارف اللي المفروض تعمله. نزل المطبخ يجيب حاجة يشربها وشاف الرواية على الترابيزة. جارفيلد اللي بتنظف له البيت قالت له انها لقيتها في سلة القمامة وكانت بتحسبها رواية من بتوعه. خدوا الفضول انه يشوف اللي مكتوب في الرواية. لقى بطل الرواية ليه نفس اسمه مارتن تود داوني، وانه لما اكتشف خيانة زوجته بعد ما كان بيحبها بجنون قرر انه يقتلها ويدفنها في حديقة المنزل، الحديقة اللي كانت بتحبها اكتر ما بتحب جوزها. اتفزع من اللي قراه ورمى الرواية. من خوفه من اللي مكتوب افتكر ان السيدة جارفيلد قرت الرواية، قال لها انه مش هو اللي كتبها. راح جاب الرواية اللي هو كاتبها، لقى مكتوب فيها نفس الكلام تقريبا ما عدا اسم البطل. بص على مكان الجنينة وافتكر لما اشتروا البيت واكتشفوا فيه الشباك الصغير اللي بيبص على الحديقة الخلفية، وان وقتها ايمي اعجبت بالحديقة جدا واعتبرتها حديقتها الخاصة. طلع سيجارة يشربها والكلب استغرب لانه قرر يبطل تدخين، واتكسف لما السيدة جارفيلد سلمت عليه وهي ماشية وخبى السيجارة. حاولت تواسيه وقالت له ان مراتك هي اللي خسرانة وما تستاهلش حبك. نزل نام على الكنبة بتاعته وكان مستغرب لانه ما سرقش رواية من حد. وهو بين الصحيان والنوم شاف باب البيت بيتفتح وشوتر بيدخل. صحي على جرس التليفون، كانت ايمي بتطمن عليه وعلى كلبها. قال لها انه كويس وفكرها بالقصة بتاعته ذا سيكريت ويندو. حاولت تعتذر له على اللي حصل لكنه غير الموضوع وما كانش قابل منها اي اعتذار، وسألها اذا كان تيد حبيبها الجديد بيجي يزورها في البيت بتاعه. قالت له لا طبعا. وهو ماشي في الغابة شاف قدامه جون شوتر. شوتر قال له انه كتب الرواية من 7 سنين، وهما بيتكلموا عدى عليهم واحد اسمه توم، وشوتر شاور له. مورت قال له انه كتب روايته من 9 سنين واتنشرت في مجلة. شوتر غضب ومسكه من ايده وما صدقش. قال له ممكن ابعت لك المجلة علشان تصدق. قال له قدامك 3 ايام علشان تخلي ايمي مراتك تبعت لك نسخة من المجلة اللي في بيتك. ما كانش عارف يعمل ايه لانه ما كانش عاوز يتصل بايمي. الكلب سمع صوت وخرج، راح نام على الكنبة وصحي لما حلم انه بيقع من فوق. شاف ورقة متعلقة على شباك البيت. فتح الباب لقى اللمبة مكسورة. قعد يدور بالكشاف ولف ناحية الشباك، لقى الورقة مكتوب فيها قدامك 3 ايام وما تتصلش بالشرطة. وشاف حاجة متغطية بملاية. بيكشف الملاية لقى الكلب بتاعه مقتول. اتفزع ودور في الغابة وقعد ينده على شوتر ويهدده. قفل كل الابواب والشبابيك وخرج دفن الكلب. راح القسم وبلغ ان في شخص قتل الكلب بتاعه، وورى المأمور الرسالة واداله ورقة باوصافه، لكن المأمور كان في وادي تاني. راح لمحقق خاص كان يعرفه وبيتعامل معاه، وبنعرف ان في واحد مجنون ظهر له قبل كده والمحقق ساعده وتصرف معاه. راح عند بيته اللي عايشة فيه ايمي. كان بيحب البيت ده جدا وليه ذكريات حلوة فيه، وشاف ايمي وتيد وهم خارجين من البيت واتغاظ جدا ان هم اللي بيتمتعوا بثروته اللي تعب وشقي فيها. روح على البيت ولقى عربيه سودا واقفه. قرب بحذر وخبط على الازاز، لقاه المحقق. قال له نفتش المكان وكله تمام، وعلشان يطمنه اكتر دخل فتش البيت. قال له في حد غيرك شاف شوتر؟ افتكر توم اللي عدى عليهم بالعربيه. قال له ده نلاقيه فين؟ قال له بيبقى موجود كل يوم الساعه 9 الصبح في السوبر ماركت. وهو بيقفل شيش الشباك لمح في الازاز خيال معدي. مسك سيخ الدفايه وفتش البيت على شوتر، ولمح خيال في المرايه. كان متردد انه يضرب لانه بيكره العنف، لكن ملقاش حد ولقى فار صغير في البانيو. مسك الفار بفوطه وخرجه بره البيت،
وفجأة لقى شوتر وراه. قال له فين المجلة اللي قلت عليها؟ قال له لو وريتك المجلة هتقتنع وتمشي. شوتر قال له انا عاوزك تصلح نهاية القصة اللي تود داوني بيقول فيها انه يقدر يعملها. كان بيقول كده وبخار الاكل بتاعه كان مال المطبخ، وبيقول ان بمرور الوقت موتها هيبقى لغز حتى بالنسبة له، هي دي النهاية الوحيدة اللي تنفع للقصة. ولما هدده انه هيأذي زوجته مورت هجم عليه بالجاروف، لكن شوتر كان اقوى منه بكتير وقال له صلح القصة دي فرصتك الوحيدة. بالليل معرفش ينام وخرج بره. النهار طلع وهو كان فاصل فيشة التليفون. لما ركبها لقى ايمي بتكلمه بتقول له ان في حد حرق البيت بتاعهم. اتصدم من الخبر وراح عند البيت لقاه متدمر تماما، وافتكر الايام اللي قضاها فيه قبل ما يتجوز ايمي. ضابط المطافي قال لهم ان الحريق تم بفعل فاعل وان الجاني استخدم ازازة كحول ومواد حارقة. كان متضايق ان تيد حاشر مناخيره في كل حاجة تخصه. راحوا شركة التأمين وبرضه تيد معاهم. الموظفة سلمتهم ورقة بالحاجات اللي كانوا مأمنين عليها. لما خرجوا بره كلمته عن شوتر اللي بلغ الشرطة عنه، وهم بيتكلموا تيد جه وقال لمورت انه عاوز يكلمه. خرجوا بره وقال له يوقع على ورق الطلاق علشان ينهي الموضوع وكل واحد يبدأ حياته بعيد عن التاني. مورت لقاه شخص فضولي جدا. قال له انت منين؟ قال له من مكان اسمه شوترز باي. وهو مروح البيت كان خايف وملقاش المحقق اللي مأجره. دخل البيت لقى المحقق بيكلمه. قال له على بيته اللي اتحرق وبكده مش هيقدر يلاقي المجلة. المحقق قال له انه اتصل بدار النشر وهتبعت له نسخة بالبريد، وقال له ان توم قال انه ما شافش حد واقف معاك، لكن كان شكله خايف من حاجة او في حد هدده. واضح ان في حد مأجر شوتر عليك. مورت قال له اكيد تيد. قال له ايه اللي يثبت ان شوتر ده موجود اصلا؟ مورت قال له في كدمات في جسمي منه. قال له يبقى لازم نقابل توم تاني ونحاول نقنعه يقول الحقيقة، وما تنساش تجيب سلاحك معاك. واتفقوا يتقابلوا في السوبر ماركت الصبح الساعة 9. وهو نايم على السرير لقى نهاية للقصة وعجبته. لبس الروب وخرج. النهار طلع وهو نايم على الكنبة. صحي لقى الساعة 10:15 وفاتوا ميعاده مع المحقق. لبس هدومه بسرعة علشان يخرج، ملقاش مفاتيح العربية. فتح الباب لقى برنيطة شوتر على الأرض، ولقى عربيته دايرة والباب مفتوح. دخل العربية وشاف الطفاية فيها سجاير من النوع اللي بيشربه شوتر. حط البرنيطة في كيس وحطها في العربية وراح السوبر ماركت. سأل المضيفة إذا كان في حد سأل عليه الساعة 9. قالت له لا. وهو مروح شاف تيد في محطة البنزين. راح له وقال له ايه اللي جابك هنا؟ كان جايب له ورق الطلاق علشان يوقع عليه. مورت انفعل عليه وقال له انه ما بيقبلش تهديد من حد، وشدوا مع بعض وسابه ومشي. روح بيته وحط البرنيطة على الترابيزة. شوتر اتصل بيه بالتليفون وطلب منه يقابله في نفس المكان اللي وقفوا اتكلموا فيه قبل كده. طلع يجري لقى عربية توم واقفة. قرب منها لقاه مقتول هو والمحقق، والدم مال العربية. ما قدرش يستحمل المنظر واغمى عليه. لما فاق لقى شوتر واقف على راسه. خاف وطلع يجري. شوتر قال له ان كل الادله واسلحه الجريمه اللي موجوده في العربيه بتاعتك انت، واحسن لك ترجع وتتخلص من كل حاجه. قال له انت بتعمل كده ليه؟ قال له لانك سرقت القصه ومش عاوز تصلحها زي ما طلبت منك. صرخ فيه وقال له انه هيستلم المجله النهارده. شوتر قال له مستحيل يكون فيها القصه لانها قصتي انا، وحذره انه لو اتكلم مع المأمور او اي حد تاني هيحول حياته الجحيم. اخد اسلحه الجريمة من العربية وزقها علشان يحدفها في البحيرة، لكن الساعة بتاعته شبكت في العربية واتقطعت على آخر لحظة. روح البيت لقى ايمي بتتصل بيه، ودخلت عليه طقم حنية وعياط في الأول. حاول يهديها وسألها عن شعورها ناحية تيد دلوقتي. قالت له إنها بتحبه، ولامت مورت إنه هو السبب لأنه كان دايما سايبها لوحدها. قال لها أنا كنت بشتغل وأنا في البيت. قعدت تبرر خيانتها إنه كان معاها بجسمه لكن عقله لأ. علشان يريحها قال لها إنه هو فعلا الغلطان، وقال لها عاوزة حاجة تاني. قالت له توقع على ورق الطلاق علشان نخلص. قفل السكة في وشها. لبست هدومها علشان تروح له ومعاها الورق، وقالت لتيد ما يجيش معاها علشان ما يزرجنش ويمضي عليه. راح مكتب البريد وسأل الموظفة على الطرد بتاعه. ادت له المجلة وكان واضح انها معجبة بيه. لما خرج المأمور طلب انه يتكلم معاه. مورت قال له انه مش فاضي وهيبقى يتصل بيه. تيد حس بالغيرة وقرر انه يروح لإيمي. لما بيوصل عند البيت بيلاقي الطرد مفتوح. بيطلع المجلة وبيلاقي القصة بتاعته مقطوعة. الصوت اللي جواه قال له لازم تفكر مين اللي عمل كده. دخل البيت ومسك البرنيطة بتاعت شوتر وحطها على راسه ووقف قدام المراية. الصوت اللي جواه قال له لبستها ليه، وبدأ يشوف نفسه ويتكلم مع ضميره قال له ايه رأيك نتصل بالشرطة قبل ما تقتل حد تاني. كان مصر على وجود شوتر وهو اللي عمل كل الجرائم دي وسبب له كدمات في ايده، ولقى ان كل ده وهم، وافتكر موقف الخيانة اللي تعرض له. كان معاه مسدس لكن ما استخدموش، لكن كان نفسه يقتلهم ولحد دلوقتي لسه عنده
عنده الشعور ده لانهم دمروا حياته. ضميره قال له مفيش حاجة اسمها جون شوتر، دي شخصية انت اخترعتها علشان تقدر تنفذ بيها كل جرايمك. ما قدرش يتنفس وحدفه بالطفاية، وشاف البيت وهو بيتشرخ، وشاف ضميره مديله ظهره وبيلومه لانه صدق ان النهاية اللي عاوزها جون شوتر هي الافضل. شوتر ظهر له وقال له انا موجود لانك انت اللي صنعتني من وحي خيالك. وبنعرف ان مورت اخترع شخصية شوتر علشان ينفذ اللي ما يقدرش ينفذها بشخصيته الحقيقية، وهو اللي حرق البيت وقتل توم والمحقق. شوتر قال له انا هنا علشان تصلح القصة، واداله البورنيطة علشان يكمل. وفي نفس الوقت ايمي بتوصل، بتشوف ورق القصة اللي قطعها من المجلة طاير على الأرض. بتخبط على الباب ما بيردش، بتفتح الباب وتدخل، بتلاقي البيت متبهدل ومتكركب. بتدور على الكلب وبتشوف الكسر اللي على الحيطة، ولما بتشوف الكحول والسجاير بتعرف ان مورت هو اللي عمل كده. طلعت الدور التاني وشافت كلمة شوتر مكتوبة في كل حتة، وشوتر معناها الشخص اللي بيطلق النار. الباب اتقفل وكان وراه مورت ومكتوب شوت هير يعني اقتلها. اتخضت، لكن لما شافته سلمت عليه. كان عايش شخصية شوتر وقال لها مورت مات لانه ما قدرش يكذب على نفسه اكتر من كده. ولما شافت في ايده المقص هربت منه بره البيت، جريت على العربيه ودورتها. خرج من البيت وهو لابس البورنيطه وكسر الازاز بالحجر وخرجها بره العربيه، جرجرها من شعرها ودخلها جوه البيت وقال لها وقت الانتقام والعدل جه. ضربها بالمفك في رجلها، ضربته وخرجت من الباب الوراني، زقها ووقعت على الحجر. مسك الجاروف وقرب منها، حاولت تفوقه من حاله الفصام اللي هو فيها. تيد بيوصل وبتحاول ايمي تحذره، لكن مورت بيضربه بالجاروف وبعد كده بيموته. وبيجي الدور على ايمي، قال لها نهايه القصه اللي صلحها وان موتها هيفضل لغز حتى بالنسبه له هو. وبتعدي الشهور وبيروح السوبر ماركت، بيشوف موظفه البريد وبيحاول يتقرب منها ويكلمها، لكنها بتبقى خايفه منه وبتاخد حاجتها وتخرج جري. مأمور القسم بيروح له البيت، بيلاقي الباب مفتوح، بيدخل وينده لكن محدش بيرد. وبيلاقي كميه كبيره من الذره في المطبخ، وبيلاقي الحله على النار بتسلق الذره والبخار طالع منها. المأمور طلع له وقال له صحيح ما عندناش أدلة ضدك، لكن أكيد الجثث هتظهر وهنحطك في السجن قريب. وطلب منه ما يجيش البلدة دي تاني لأن وجوده بيخوف الناس. وافق على كلام المأمور وقال له بس تعرف فعلا إن أهم حاجة في الرواية هي نهايتها. مورت دفن إيمي في الجنينة اللي كانت بتحبها، اللي الشباك السري بيبص عليها، وزرع فوق جثتها بذور الذرة. لو الفيلم عجبك ياريت تدعمنا بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد.